هاي السيارة بدلت 3 محركات وما صحت، تالي صلحناها ب25,000 بس. تعال اقول لك شلون. بال 2018 اجانا ولد ضابط من كربلاء وكان عنده هونداي سوناتا 2000 توربو موديل 2012 وارد امريكي ليميتد، بدل ماكينة وماكينتين وكلهن نفس المشكلة تتكرر وتقوم الماكينة. بالماكينة الثالثة استقرت بدون قوة او شلعة وخربطة بمشي السيارة. اجانا ابو الشباب البغداد، اجانا الورشة وانا هنا فحصت السيارة بالجهاز وقلت صاحبي احمد الفيتر، قلت له تعال خلي نشوف الحساسات شنو قراءتهن، لان كان عندي حساس الماب سنسر وحساس البوست سنسر قراءتهن مو طبيعية. زين السيارة تشتغل والحساسات بيهن قراءات بس ما تصفى، واثنيناتهم حساس الماب والبوست نفس الوظيفة والرقم ونفس الشغل نفس الفيشة، وصارت السيارة احسن لكن المشكلة ما راحت. تالي لقينا العلة وطلعت ماكو اسخف من عدها، طلع الماب سنسر مربوطة بمكان البوست سنسر والبوست سنسر مربوطة بمكان الماب سنسر، وصفت السيارة بس قلبناهم. يعني في تريتنا الله بالخير عليكم، بس لو تستجنون شوية وتجيبون تيب وورقة وتكتبون اسم المكان واسم كل حساس وتجي تصبغ مكان الحساس مثلا بصبغ اظافر او فدشي او خط، حتى تعرف الحساس هذا مكان هنا او هذا مكان هنا، حتى ما تجرب براس العالم وحتى ما تغلط. للأسف هواية عندنا بالعراق يتكبرون وما يحبون يطورون روحهم، وتاليتها توقع تجارب براس العالم. وهاي مشكلة العراق كله، ما حد يعرف حدود قدراته، لأن أنت إذا عرفت حدود قدراتك ومعرفتك ومنها استنتجت قوتك وضعفك راح تقدر تتطور. وأتمنى الجميع يتطور إن شاء الله. أتمنى عجبكم الفيديو وإلى فيديو قادم.